لكن انا بقى هقول لك على حاجه بقى، الشيخ انا بقول لك مدرب هايل، وانا اتكلمت عنه. انا بصراحه عاجبني انا بصراحة. اتكلمت عن الشيخ واديته حقه، وشفت رد فعل رهيب من الناس على الكلام اللي انا كتبته عن الشيخ. ولكن هات الشيخ حطه في اي نادي تاني في مصر غير تجربه وادي دجله، اتحداك انه ينجح، اتحداك. لان في مدربين كويسين قوي في انديه تانيه وبتفشل. يعني انت كابتن قصدك لو انت جبت محمد الشيخ اللي هو دلوقتي عامل 4 فوز متتالي في الدوري المصري والتالت على الدوري، لو حطيته في اي نادي تاني هيفشل؟ والله يا ياسر مش تقليل من الشيخ، انا بقول لك الشيخ مدرب هايل وجاي، وان شاء الله يبقى حاجه كويسه جدا. لكن انا بقول لك اتحداك، والايام بينا، الايام بينا وهتقول. والحمد لله الواحد بيبقى عنده وجهه نظر بعد سنوات بتطلع صح في الاخر. آه، اتحداك ان تجربه الشيخ هتنجح زي ما نجحت في وادي دجله، لان انت كمدرب وانت شغال في نادي حاسس بالامان، في مسانده، في دعم. فانت عندك المساحه ان انت تبدع، تشتغل وانت مطمن، افكار جديده عايز تطبقها. مش هغلط في الماتش ده فهيمشوني. ده انت لو هو عارف ولاعيبته عارفه ان لو وقع 3 4 5 6 ماتشات ورا بعض هو كده كده مكمل. هو مكمل انت مكمل. فانا في لعيبه، اللعيب المصري اول ما بيحس ان المدرب هيقع بيبدا يتواصل مع المدرب اللي جاي. انت لا ده حصلت قدامي بقى، انا بقول لك بقى. اقسم فانت بالله النهارده العظيم، انت اقسم النهارده بالله حصلت كاداره قدامي. كاداره بتدير الموضوع بشكل صح. فانت النهارده عارف ومدرك نوعيه اللعيبه اللي معاك في مصر عاملين ازاي، افكارهم وعقلياتهم عامله ازاي. فانت قافل عليهم الباب، مدي مساحه للمدير الفني ان في امان واستقرار وفي دعم وفي مسانده. فهتشتغل وانت مطمن، فهيبقى عندك مساحه للابداع. فاتس اوكي. ده اللي بيبان بقى، ده اللي بنشوفه ده النهارده. النتيجه اللي ظهر بس فيها وادي دجله. وخلينا نشوف لو الشيخ ربنا كرمه خد تجربه تانية، نبقى انا وانت نبدا نتكلم في الموضوع ده تاني إن شاء هنتكلم ان الله. شاء الله.